السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ وحشتوني جدا جدا، بقالي كتير ما عملتش فيديوهات. ان شاء الله الفيديو النهارده يعجبكم. اول حاجة هنصلي على النبي في الكومنتات زي ما احنا متعودين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، عليه افضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله. تعالوا بقى النهارده عملت لكم الممبار بقى بجماله كده، وعملنا لحمة الراس وعملنا الكوارع. عملنا أكلة مصمت بطريقة سهلة جدا وبسيطة ومش هتاخد أي وقت معاكم، والطعم حكاية. إن شاء الله الفيديو يعجبكم كده، وما تنسوناش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. طبعا هنا بقى كنت حمرت الكوارع واللحمة الراس بالطريقة الجميلة دي، شكلها يفتح النفس أكيد طبعا. تسلم ايديك يا ام ادم. المهم انا اول حاجه، في ناس بتحب الكوارع كده تكون مسلوقه، بتاكلها مسلوقه احسن. فكل واحد يعمل زي ما هو عاوزه تحمريها بعد ما تسلقي الكوارع ولحمه الراس. لو حابه طريقه التحمير اكيد هتعمليها، لو حابه تاكليها مسلوقه اكيد كل واحد بيحب يعمل حاجه ببيته، فاكيد هو بيعملها الحاجه اللي بيحبها، اكيد هو هيعملها. تعالوا بقى نسمي الله كده وندخل على الفيديو القمر ده. هنا بقى المكونات حاجات بسيطة خالص وكلها من البيت. بصوا بقى، كان هنا طبعا الكوارع كنت مقطعاها، كانت متقطعة قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين الكوارع كده، يعني كلنا عارفين كل واحد بقى الكوارع بتتقطع ازاي. وهنا بقى لحمة الراس ديت كنت مقطعاها برضو قطع كده، حلقة حسب ما انت هتقطعيها، صغيرة كبيرة على حسب ما انت شايفة. انا شايفة يعني المناسب ليكي فانت اكيد هتعمليه. هنا بوريكم طبعا الكوارع غسلها جميل، غسيل نضيف قوي ونضيفة شمع زي ما انتوا شايفين، واتقطعت التقطيعة اللي تناسبك. هتقطعي كل حاجة التقطيعة اللي انت عاوزاها واللي هتناسبك. هنا بوريكم هو هنا بقى خلاص اهوت زي ما وريتكم تقطيعة الكوارع وتقطيعة اللحمة. وطبعا الغسيل انا منضفة الكوارع تنظيف سهل جدا، تنظيفها حلو قوي. هنعمل فيديو ان شاء الله على تنظيف الكوارع، مش هتاخد اي وقت معاكم، وبكل سهولة هتنضفوا الكوارع بالطريقة الجميلة النظيفة دي. معانا هنا بقى من مكونات الكوارع اللي انا هعملها. معايا توم مهروس. التوم ده يا جماعة انا هرسته مش مقطعاه. لو انا مقطعه التوم يعني لما تدوقيه افضل من انت تقطعي التوم. ومعانا ورق لورا كمان. ومعانا طماطميتين او 3 مقطعاهم شرايح. انا هعمل طبعا الشوربه ديت بطماطم. هنا بقى كنت حطيت معلقه سمنه صغيره، والثوم المهروس زي انتوا شايفينه كده، وورق لورا هشوحهم بس يا دوبك ياخدوا السخونه بتاعت المعلقه السمنه فقط لا غير. مش هحمره طبعا، مش بحمر الثوم ولا حاجه. شوفوا الثوم انا هرسته مش قطعته زي ما قلت لكم. لما تهرسي الثوم هيديكي ريحه اقوى وطعم احسن كمان بكتير. يعني معظم الاكلات اللي بتكون فيها ثوم انا بدقه مش بقطعه. اول حاجه زي ما قلت لكم شوحت التومه بالورق اللوري فقط لا غير. وبعد كده الكوارع اهيت بحطها عليها، واللحمة الراس على التومة وعلى الورق اللوري. وطبعا هحط الكمية كلها اللي موجودة معايا اللي انتوا شفتوها ديت في الحلة، وهشوحهم بيها. هسيبهم برضو لمدة دقيقة وهقلبهم كلك في بعض. هنا خلاص اهوت كنت حطيت اهوت بحط معاكم اللحمة والكوارع. طبعا انا مش هعمل ده لوحدها وده لوحدها، هي نفس اللي هتديكي نفس الطعم ونفس النتيجة، فانا عملتهم الاتنين مع بعض. فانت بقى لو حابة تعملي لحمة الراس ديت مثلا على بسلة خضراء، على اي حاجة، فاصوليا، اي حاجة ناشفة، ممكن صحن كده دمع او حاجات زي كده زي ما انت حابة تعمليها. يعني ممكن لحمة الراس تطبخيها في دمعة وحاجات زي كده. هنا بقى حطيت معلقة كمون، اهم حاجة الكمون يا جماعة. حطيت معلقة فلفل اسمر. وهنا بقى السبع بهارات حطيتهم كلك. يعني جميع البهارات اللي عندك هتضيفيها على الاكله دي، وكمان الكمون والكزبره الناشفه دولت بيديكي طعم جميل جدا جدا. ما شاء الله شرب يعني الكوارع دي كانت طعمها جميل جدا جدا. بألف هنا وشفا للي كلها. وطبعا هقلبهم بقى ببعض، كلها هتاخد التتبيله. بتبلهم بقى مع بعض اهمت، وهبقلبهم بحاول اقلبهم زي ما انت شايفه. طبعا انا بقى ايدي التانية ماسكه التليفون، فيعني مش عارفه اقلب بالظبط. هقلبهم زي ما قلت لكم، وهسيبهم لمدة دقيقة بس. طبعا ريحة التوم والتوابل مع الكوارع طالعة ريحتها تجنن. هنا ضفت بقى الطماطم. هنا
كنت مقطعه طماطميتين كده هحطهم في الشوربه. الطماطم دي يا جماعه ممكن تستغنى عنها، في ناس بتحب زي ما انا قلت لكم، في ناس بتحب الشوربه بدون طماطم، بس انا بحب يعني الشوربه بيكون فيها طماطمايه او اتنين، بحبها يعني، مش بحبها بيضه ولا حاجه. حتى في اللحمه لازم انا احط طماطم، في ناس مش بتحب الطماطم خالص في اي شوربه. فحسب زي كل واحد على حسب ما تعود، وعلى حسب انتي حابه ايه او اولادك حابين ايه فهتعمليه. طبعا هنا بقى انا سبتهم بقى يشوحوا كده، التوابل مع الطماطمايه مع التومه مع الحاجات مع الكوارع دي، ريحه تجنن ما شاء الله عليها، وطعم جميل جدا. هنا بقى ضفت الميه عليها، هنا ضفت الميه بقى غطيتها كده زي ما انتوا شايفين، وهرجع تاني احط الملح وهغطيهم بقى يستووا. هنا خلاص اهيت، كنت حطيت الشوربه اهو، وهنا بضيف معلقه الملح او اقل من معلقه ملح، اقل من معلقه ملح. وبعدين هسيبهم بقى يستووا خالص، يغلوا غلوتين تلاتة. هي طبعا يعني مش هتاخد وقت برضو في السوا، الكوارع مش هتاخد اي وقت في السوا. هنا خلاص هغطي عليهم زي ما انتوا شايفين كده، هسيبهم بقى يستووا كده مع بعضهم. لو وصلت لغايه هنا، لو وصلت لحدا هنا، ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه عشان اوصلك كل جديد انا بعمله. وما تنسوش تصلوا على النبي كتير، فضلا وليس امر يا جماعه. المشاهده حتى لو 3 دقايق، انا مش بقول شاهدوا الفيديو كله، شاهدوا الفيديو حتى لو 3 دقايق، وحطوا اللايك، لانكم انتوا ما بتشاهدوش الفيديو، بتحطوا بس اللايك، مش بتحطوا لايك كمان كده، بتوقعوا الفيديو، بتوقعوا تعبنا كله بيروح على الفاضي بجد بجد. يعني مش عارفه اقول ايه. ما تنسوش بس اهم حاجه المشاهده حتى لو 3 دقايق، زي ما بقول لكم ما تشاهدوش الفيديو كله عشان الفيديوهات بس ما تقعش وما يكونش فيه مشاهده، ولا كأننا عملنا حاجه ولا تعبنا ولا اي حاجه. هنا بقى كانت خلينا بقى في الفيديو شويه. هنا بقى كانت الكوارع بقى استوت، واللحمه الراس استوت ما شاء الله، ما شاء الله استوت، وطعمها جميل بجد، كان طعمها جميل جدا. هنا بقى بطلع بقى اللحمه وبطلع الكوارع. انا طبعا جايبه طبق اهو، هطلعهم واسيبهم بقى يبردوا شويه وينشفوا كده من الشوربه بتاعتهم كده خالص، وبعد كده هحمرهم. بعد كده انا يعني هحمرهم، مش لازم أنا احمرهم كده اول ما يطلعوا، لا انا بسيبهم يبردوا شويه كده وينشفوا كده عشان الزيت وما يطرطش ويحرقني. فبسيبهم شويه. طبعا هطلع الكميه كلها بنفس الطريقه ديت. ما تنسوش يا جماعه تصلوا على النبي كتير، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي يا رسول الله. وشكرا لكل اخ وكل اختي دخلت القناه ديت، بشكرهم جدا جدا، احلى اخوات معايا في القناه بجد بجد. انا اكتسبت ناس محترمه جدا جدا في اليوتيوب ديت، يعني المكسب الوحيد ان احنا اكتسبنا ناس محترمه في اليوتيوب، واخوات بجد، اولادي بجد الله يحميهم يا رب. هنا طبعا كنت بقشر الجلد ده، وطبعا مش مستحب ان هو ياكل فيتاكل قصدي، فطبعا هرميه قبل ما احمره. ولو حباه مسلوقه زي انا ما قلت فاكيد هتاكليها مسلوقه، في ناس بتحب الحاجات ديت، الاكلات دي بتاكلها مسلوقه مش بتحمرها ولا حاجه، بس على حسب كل واحد. يا رب الفيديو يكون عجبكم النهارده وما كنتش طولت عليكم. وعاوزه اقول حاجه بس، بشكر كل اخواتي المتواجدين معايا في القناه، بجد بشكرهم جدا جدا، احلى اخوات. كل الاحترام وكل التقدير لكل اخ وكل اخت دخل القناه ديت. اليوتيوب ده عرفنا ناس محترمه جدا جدا، الله يحفظهم.